بعد كل صلاة 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقبل النوم كذلك، وفي رواية 34 من التكبير، وفي رواية من التحميد 34 تعاذب عليها قبل النوم. قال سيدنا علي: ما تركتها منذ علمنيها رسول الله. ليلة جاء إلى عنده هو السيدة فاطمة وعلى فراشهم يتهيأوا للنوم، فقام له فجلس بينهما على الفراش وسألهم: لما جاءت فاطمة؟ وقال له سيدنا علي: إن جاءت كدعياها الطبخ والعجن والطحن يا رسول الله، يعني قايمة بشؤون البيت وما بها وبخدمة زوجها وأولادها، حتى أثرت الرحى في يديها، وأنت توزعها إلى الخدام، فأرادت منك خادم. قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمده وكبره 34 فذلكما خير لكما من خادم. قال: ما تركتها منذ علمنيها رسول الله. قال له واحد: ليلة صفين، ليلة الوقعة التي حصلت بينك وبين المقاتلين. قال: ولا ليلة صفين ذكرتها من آخر الليل جيت بها. كل ليلة ما يتركها، فأنت تولع بذكر ربك ولا تترك مثل هذه الأذكار. كان بعض العارفين بالله يقول هذا الذكر اللي قبل النوم وبعد الصلاة، وذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله استغفر الله 100 مرة عند الفجر، هذا إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة. وذكر لا إله إلا الله الملك الحق المبين في الظهر أو قبل أو بعد. هذه الثلاث أذكار مهما فاتك من الأذكار لا تفوت هذه، لا تفوت هذه، ثبتها عندك، فإن لها آثار كبيرة في تنوير البصيرة وتصفية السريرة ودفع الجريرة والارتقاء بالمراتب الكبيرة والاتصال بأهل الحضارة.